زيكم يا مدمسين. عاملين جيه. انت فين يا ولا؟ انا الصراحه خايف من الحادثه لا تخبطني واموت. ازيكم يا مدمسين، كل سنة وانتوا طيبين. طبعا يا مدمسين انتوا عارفين ان احنا في رمضان، وطبعا في بنات هنا مش لابسين الحجاب، فاحنا دلوقتي هنقول لهم اين حجابك يا يا شيخ. يا سيه. ودلوقتي يا متابعين انا لقيت البنت دي واقفة فعارفة ان هي من عرب، ودلوقتي هروح اقول لها اين حجابك يا اختها، لان هي طبعا في رمضان، ودلوقتي هنشوف رد فعلها هيكون ايه. انا فضلت واقفة شوية ومستنية اشوف هتقولي ايه. بتقولي نعم في حد بيتكلم معي، تقريبا فاكراني بتكلم مع الواد ده ولا ايه. هو يعني اكيد مش هو اللي هيلبس الحجاب يعني. فانا هقول لها ايوه بتكلم معاكي. اي نعم يعني البت لبسها حلو ومفيهوش حاجه بس شعرها باين، فانا هخليها تلبس الحجاب. يا ترى هتلبسه ولا لا؟ هنا بقى بتقولي يا متابعين انا طبعا كتبت لها كتير اين حجابك، فبتقولي بدي اتحجب. فما تتحجبي يا اختي، نشوف كده بعدين هتتحجب ولا لا. قلت لها يلا احنا برمضان وده احسن وقت عشان تتحجبي فيه، فنشوف هتقول ايه. انا فضلت واقفة مستنية تنطق ولا تتكلم حتى. يا باه، يا بت رد عليا يا بت، ما تتحجبي يلا. المفاجأة بقى يا متابعين لقيت بنتين برضو صغيرين، فانا قلت اقول لهم برضو اين حجابك، بس البت التانية دي نصها تحت الاسفلت، انا مش عارفة هي نصها فين. يلا هو ده بصوا عاملة ازاي. فين جسمك يا بات؟ مين خد جسمك يا بات؟ والتانية ما نطقتش حتى ولا لبست الحجاب. انا مش عارفة هما مش بيردوا عليا ليه. لما اجرب تاني كده هكتب لها اين حجاب. يه يا خبر، ده بتقولي مالك الدخل. يعني ايه مالك الدخل؟ انا بنصحك يا باه، اين حجابك البسيه يلا. بس انا رديت عليها وقلت لها عيب عيب تقولي لي كده، انا بنصحك يا حبيبتي. بس انا قلت لها تحجبي يلا. يه الولد بعت لي طلب صداقة، لا طبعا مش هقبل. بدك تعملي الترند؟ يه دي جفشتني. بس انا هقول لها لا طبعا. ترند ايه؟ انا بصراحة كده فقدت الامل ان هي تتحجب، فقلت لها ما راح تتحجبي يعني. بس صراحة لقيتها بتتحجب ففرحت كتير. بس هي هنا تقريبا نسيت الشعر فوق الحجاب. انا طبعا لازم أنا اقول لها ازاي تلبس الحجاب صح، فانا طبعا هقول لها شيل الشعر. بس طبعا لازم أنا اشجعها الاول واقول لها ان شكلك حلو جدا بالحجاب، شكرا يا قمر. بس طبعا في شعر فوق الحجاب لازم يتشال. بس كده هي كده حلوة خالص. لا شيل الشعر يا باه. بس انا فرحانة جدا يا متابعيني، فرحانة ان هي لبست الحجاب. بص شكلها قمر ازاي، قمر بجد. ايه ده في بنت تانية جاية اهي، لما اقول لها برضو اين حجابك يا اختها، بس يا رب بس تكون عرب زيها. تعالوا يلا يا متابعين نشوف البنت دي ونقول لها برضو. بس انا برضو مستغربة البنت اللي نصها تحت الارض دي، هي عاملة الخدعة دي ازاي؟ ده نازلة تحت الارض خالص، ده ما عندهاش رجل. يا خرابي يا ولاد، في الحقيقة ما تحاولي تكذبي. يعني ايه مش فاهمة هو بيتكلم مين الولد ده؟ يلا لما نشوف البنت دي اكتب لها اين حجابك يا اختاه. يا حلاوة يا ولاد، ده الشجرة بتولع. البنت بتقول لي هاي، هقول لها هاي الاول وبعدين اقول لها اين حجابك. البنت بتقول لي تسلمي، انتي اصلا قمر قمر بالحجاب فعلا. لما اكتب لها هاي، هلاي، هلاي ايه بس، يا لهوي مش عارفة اكتب في الكيبورد. هاي، هاي، أين حجابك يا أختها؟ يا ترى هيكون رد فعلها إيه بقى؟ يا ترى هترضى ولا لأ؟ الشجرة بتولع يا ناس، حد يطفيها. يا لهوي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أختها. يا سلام، دي ما غلبتنيش خالص ولبست الحجاب. بصوا شكلنا كيوت ازاي. يا سلام، وبصوا كمان زينة رمضان متعلقة كمان في البيت اللي جنبينا. بس كده يا متابعين، يلا بقى نشوف بنات تانية ونقول لهم أين حجابك. أنا مش عارفة الولا عوضين راح فين. لما أشوفه بس
ده انا هرنه علقة كبيرة. وبس كده يا متابعين، انا دورت في السيرفر ده على بنات عرب بس ما لقيتش، فقلت خلاص لما اروح سيرفر تاني. بس يا رب حد بس يطفي الشجرة دي الاول. بس طبعا يا متابعيني قبل ما امشي لازم انا اقول لهم ان انا ماشي، فانا هكتب لهم واقول لهم ان انا هروح اشوف بنات تانية. واكتبوا لهم يا متابعيني في التعليقات الحجاب كان شكله حلو عليهم ولا لا، وتعالوا شوفوا ايه اللي حصل معايا في السيرفر التاني، بصراحة هتنصدموا جدا. وتعالوا شوفوا يا متابعين السيرفر ده ايه اللي حصل معايا فيه. بصراحة بقى يا متابعين انا اتصدمت جدا من اللي حصل معايا، بس تعالوا شوفوا ايه اللي حصل الاول. بصوا، انا في الاول طبعا بدور على عرب لان في بنات كتير مش عرب، بس دول لقيتهم بيتكلموا مصري وكده، وبتكتب لها روحي احكي لاخوك يجيب لك اندومي واحد. طب ما تخليهم 2 و1 اللي هي. تعالوا بس نشوف البنت دي هتقول لنا ايه. بس شكل الموضوع صعب من لبسهم وشكلهم. بص البنت اللي هناك دي عاملة زي العفريتة أصلا. أنا هكتب لها أين حجابك، بس هي عملت لي علامة استفهام. تقريبا كده مش هتوافق، بس نجرب تاني. ولا كأنها شايفاني، أنا بكتب لها إحنا برمضان. شوفوا بقى يا متابعين ردت عليا وقالت إيه. أنا بجد بجد اتصدمت جدا. بصوا يا متابعين روحي طبخي، يعني مش بتكلمني خالص، ده بتكلمها هي بتقول لها اعملي اندومي. بصي بصيت لها اهي. يا ربي، اين حجابك يا اختي؟ يا بت رد عليا يا بت، انا مش بكلم نفسي. اكيد كده هترد عليا، هي قالت تطنشني يمكن امشي بس مش همشي. تعالوا بقى شوفوا ردت عليا وقالت ايه. بس مش عارفه ايه دعبلي، ايه دعبلي دي. انا بكتب لها انا بنصحك. يلا ايه، يلا باي. استني يا بت انت وهي رايحه فين؟ بقول لكم اين حجابك. بس هتشوفوا ردت عليا هتقول لي ايه، بس ما ترد يا باه. هترد اهي. بصي يا جماعه ردت عليا بتقول لي ايه، بتقول لي ما بدي. ما بدك ازاي يا بت؟ انا بقول لها ان انا بنصحك. بص لما كتبت لها انا بنصحك بتقول لي ايه، بكتب لها البسي اليوم. يا ترى هترد عليا تقول لي ايه. انا بصراحه متحمس. بصي كتبت لي ايه، كتبت لي بفطس. بص البنت شكلها عامل ازاي. ما اريد، انا بفطس ما بريد. يا بنتي هتفطسي بايه وانا بحطها على وشك. بصي يا جماعه بقى هتقول لي ايه وروحي انجبي وروحي، يعني انجبي وروحي دي انجبي. عايزه انا امشي يعني؟ لا مش همشي. بقول لها ده حلو، روحي من هنا. لا مش هروح. تعالي يا بنت هنا والبسي الحجاب. بصي ماسكالي الفاس، انت هتموتيني ولا ايه يا بيه؟ لحظه لحظه، اتفعلت فعل ايه السكريبت. خد يا بيه يا بيت. انا مش عارفه هي بتهرب مني ليه، كل ده عشان بقول لها البسي الحجاب. تعالي يا بت البسي الحجاب هنا يا بت. بس انا كده حاسه ان هي مش هتلبس. لما اجرب اكتب لها تاني. انا كتبت لها هنا حبيبتي البسي الحجاب. ده بتطلع قلوب مو على كيفك. يه 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 يه. مو على كيفك كيف؟ انقلعي. يا ربي ده شكلها هتغلط فيا ولا ايه؟ هجرب طريقه تانية معاها واشوفها هتقول لي ايه. انا هقول لها انت كده هتدخلي النار. يه 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 يه. كل ما اكتب حاجه يجيلي الشرط دي، مش عارفه اتصرف ازاي. طب خلاص انا هكتبه حروف. انا هكتب لها حرام. لما اشوفها هتقول ايه. وهكتب لها كمان ان هي هتدخل النار. بصي يا متابعين انا كتبت لها راح تدخل النار. طبعا انا بهزر معاها وان دي لعبه، بس هشوفها هتقول لي ايه. يا ربي ترى لعبه شو دخلها. اها، تغلط فيه. بتغلط يا باه. كل ده يعني عشان بنصحها وش فيك حبي. خلاص على راحتك، انا خايفة على مصلحتك. بصي يا متابعين هي دي رفضت خالص، وانا توقعت كده بصراحة. بقول لها ليه بتعملي كده، انا بنصحك يعني. شوفوا كاتبالي ايه. طيب انتي محجبة وش وضع رجلك؟ رجلي مالها؟ رجلي ما حلوة هي ومغطياها. اه على البنطلون. والله يا بنتي دورت على العباية ما لقيت. طيب يا متابعين هي كده خلاص مش راضية تلبس الحجاب، فخلاص بقى هسيبها على راحتها. انا قلت لها ان انا بنصحك،
وبس كده يا متابعين، وبس كده يا متابعين. قولوا لي بقى، لو انتوا مكان اي بنت وحد جوم قال لكم البسوا الحجاب، هيكون رد فعلكم ايه؟ ولو حد في الحقيقة جه نصحك وقال لك البسي الحجاب، هيكون رد فعلك ايه؟ وما تنسوش بقى اللايك يا متابعين الحلوين.